السلام عليكم يا جماعة، اقعدوا بقى عشان الكلام اللي هقوله النهاردة مش مجرد تحليل كرة، ده تشريح لليلة ما تتنسيش، ليلة تحول فيها الحلم لكابوس. احنا مش هنضحك على بعض ونقول بقى حظ ونصيب، ولا هنرمي الحمل كله على شماعة التحكيم عشان نهرب من المواجهة. احنا بنتكلم عن مذبحة تكتيكية حصلت جوه المستطيل الأخضر في 90 دقيقة، وكلنا شفناها وشوفنا تفاصيلها، بس في ناس بتخاف تعترف بالحقائق عشان ما يزعلوش حد. لكن الكابتن مدحت شلبي في لحظة انفعال طلع كل اللي جوه واتكلم بصدق على لسان كل المصريين. كل مصري بيحب بلده هيقولها معاه بصراحة زي ما هو قال، الخيانة مش في الحكم، الخيانة في التغيير. طيب هو ايه اللي حصل؟ هيثم حسن شاب موهوب كان بيلعب في دفاع الأرجنتين كأنه في ماتش ودي في الشارع، فجأة يطلع وينزل تريزيجيه. ليه يا كابتن حسام؟ ليه نكسر الريتم والانسجام اللي احنا ماشيين بيه في عز خطورتنا؟ مثل الأسطورة اللي الكل بيعمل لها ألف حساب فجأة لقى السكة سالكة قدامه، عدى من تريزيجيه بكل سهولة وعمل العرضية اللي دخلت الجون الأول والجون التاني برضه في غفلة دفاعية كارثية، وفي ظل غياب الرقابة اللي كانت جنب ميسي واللي ماسكينه. ضاعت أحلامنا في التعادل في لحظة، الاتنين كانوا في دقيقة واحدة، جونين ورا بعض خلونا نفقد الوعي. مش بس كده، التغيير ده كمان خلى فيه علامات استفهام تحير الواحد. ناس تقول ان تريزيجيه كان تعبان بدنيا، طب اذا كان هو مش جاهز بدنيا لماتش موت او حياة زي ده نزلته ليه؟ هل ده كان رهان غلط، ولا هل خسرنا الورقة الرابحة اللي كانت هتعمل الفارق؟ الأغرب من ده كله رد فعل الجهاز الفني لما شافوا أعلام غريبة في المدرجات، حركة استفزت مشاعرنا كلنا، قلبت الماتش من كورة لقضية رأي عام. هل ده أثر على تركيز اللعيبة؟ الله أعلم، بس الأكيد إننا فقدنا بوصلتنا في الشوط التاني وبقينا حد مختلف خالص عن اللي بيلعب في الشوط الأول. والغريب أكتر هو السكوت المريب اللي جه بعد الصدمة. حسام حسن طلع بعد الماتش ساب الكرة خالص، اتكلم عن أطفال غزة، كلام يوجع، كلام يمس القلوب، بس في نفس الوقت الجمهور بقى يسأل سؤال، هل ده كان تعبير عن غضب حقيقي ولا محاولة لامتصاص غضب الجماهير بعد الكارثة اللي حصلت؟ القضايا الإنسانية فوق راسي، بس هل الرسالة دي كان وقتها، ولا كان الهدف منها تشتيت الانتباه عن أخطاء فنية واضحة وحصلت في الماتش وكلنا شفناها؟ الناس كانت مستنية تفسير فني للخسارة مش بيان سياسي، الموضوع مش وقته. وفجأة الصدمة اللي ما كانتش على البال، الواقع اللي يحرق الدم. شاب مصري غلبان بيموت بحسرته في قهوة في الإسكندرية. صدمة صح؟ الموت وسط الهتاف، الموت عشان كورة، الحزن مال البيوت. وفي نفس اللحظة دويع العجمي في الكويت نزل يوزع ايفونات احتفال بهزيمة مصر قدام الأرجنتين، ومبارك البغيلي فضل يتمسخر على الملوخية والطعمية. ناس بتستغل وجع شعب عشان شوية لايكات رخيصة. ده مش تشجيع، ده تنمر جماعي، سلوك يفتقر لأبسط معايير الروح الرياضية اللي المفروض الكورة اتعملت علشانها. هل ده يرضي حد؟ هل التريقة من وجع الناس بقت موضة؟ في النهاية اتحاد الكورة طلع وقالك حسام حسن مكمل. يا سلام، يعني لا حساب ولا مراجعة ولا دموع الناس دي فرقت؟ احنا رايحين على فين؟ القصة ليها فصول تانية قوي توجع القلب وحكايات ورا الكواليس ممكن تقلب الموازين لو احنا سمعناها، لأن الموضوع أكبر بكتير مما تتخيلوا. الحكاية لسه بتبدأ، الملفات اللي مفتوحة جوه اتحاد الكورة هتشوفوا منها ماتش الأرجنتين من زاوية تانية خالص، زاوية مفيش حد غيري هيقدر يوريها لكم. بصوا عشان نبقى صادقين مع بعض كده، احنا مش بس خسرنا ماتش، احنا خسرنا هيبة. الناس اللي فاكرة ان الخروج من دور ال16 قدام الأرجنتين هو مجرد نتيجة طبيعية،
فاتها حاجات كتيرة قوي الناس دي، لأنها بتتحرك تحت السطح. النهاردة أنا مش جاية أحلل كرة، أنا جاية أفتح معاكم صندوق أسود للمنتخب، وأحط إيدي على الخيوط اللي محدش عايز يتكلم عنها. نرجع لتغيير هيثم حسن، واللي اعتبره مدحت شلبي نقطة التحول. أنا بقى بسميه خطأ وفادح، مش بس تكتيكي لكن معنوي. لما تخرج أحسن لاعب عندك في الملعب وانت مغلوب، وانت بتبعت رسالة سلبية لكل الفريق، احنا استسلمنا. ميسي اللي كان بيتمشى فجأة اتحول لإعصار، لقى الممرات مفتوحة والهدف التاني دخل. ده مش مجرد غلطة تمركز، ده دليل على ان في فجوة في التواصل ما بين الجهاز الفني واللعيبة. هل كان في تعليمات تانية محدش عارفها؟ ليه تريزيجيه تحديدا في اللحظة دي؟ هنا لازم نقف، لأن الأجوبة اللي بتتقال في الإعلام سطحية جدا ومستفزة لذكاء أي متابع. إحنا بنعيط على الخروج والشارع المصري في حالة حداد، في ناس تانية قاعدة في أبراجها العاجية بتشوف وجع المصري مادة للضحك على السوشيال ميديا. يعني مبارك البغيلي وغيره اتريقوا على منتخب مصر. مش بس خروج عن الروح الرياضية، استغلال رخيص لمشاعر الجماهير. الرياضة جسر مش ميدان خناقة عشان نصفي فيه الحسابات. المشكلة ان في ناس عندنا هنا في مصر بتساعدهم على ده وبتنشر كلامهم، وكأننا بنجلد ذاتنا بإيدينا. أقولك على الأهم من ده في ناس كمان شمتانة من جوه مصر علينا وبيقولوا أحسن تستاهلوا. بس خليني أقولك الحقيقة الصدمة، الراجل اللي مات مقهور في القهوة في اسكندرية، دي الحقيقة الوحيدة اللي في القصة دي. الراجل ده دفع حياته تمن حب لمنتخبه، منتخب خذله بقرارات إدارية باردة. اتحاد الكرة يطلع بيان تجديد الثقة لحسام حسن، وكأنهم بيقولوا للجماهير احنا مش شايفينكم. هو احنا بقينا في دايرة مغلقة ملهاش نهاية؟ نخسر نعيط نطلع نبرر نجدد الثقة وبعدين نكرر نفس الغلطة. ايه السر في التمسك بحسام حسن رغم الأخطاء الكتيرة اللي حصلت في المونديال؟ هل هو قرار فني ولا ضغوط تانية أكبر من الكرة نفسها؟ حسام حسن اتكلم عن أطفال غزة وقالوا بيحبوا ميسي وهم بيموتوا، دي رسالة عالمية مؤثرة جدا. بس يا كابتن، مش انت المفروض اللي تفرح الملايين دي في بلادنا؟ مش انت اللي كنت أملنا عشان ننسى وجعنا؟ ليه دايما بنحاول نغطي على الفشل التقني بشعارات عاطفية؟ المشاهد المصري بقى واعي قوي وعارف يفرق ما بين الرسالة الإنسانية وبين الهروب من المسؤولية. احنا بنحب بلدنا، عايزين نشوف منتخبنا في مكان تاني خالص، مش منتخب عايش على الذكرى والشعارات ونقول أصل كان قدامنا ما بيننا وبين المكسب خطوة واحدة. القصة لسه ما خلصتش. ورا كل ايفون بيتوزع احتفال بخسارتنا، وورا كل تويتة سخيفة، وورا كل دمعة نزلت في قهوة في الإسكندرية ولا في أي حتة في مصر، في خيوط تانية هتتكشف. احنا مش هنبطل نسأل هو المنتخب ده بتاع مين؟ وليه دايما النهاية بتكون جنازة بدل ما تكون احتفال؟ احنا بنكشف المستور، والملف الجاي اللي محدش هيقدر يتجرأ عنه ويتكلم فيه هنقول عنه، عشان في تفاصيل كتيرة حصلت في أوض الملابس قبل الماتش. لو عايز تعرف ليه المنتخب كان مش في حالته، استنى هقولك في الفيديو الجاي، هتسمع حقائق مش مجرد كلام. لو عجبك الفيديو اشترك معانا في القناة وفعل الجرس علشان أول ما ينزل الفيديو يوصلك على طول، واعمل لايك وشجعنا بكلمتين، وياريت تقول لنا رأيك ايه في تجديد الثقة لحسام حسن. هل ده قرار صح ولا غلط؟ مستنيين تعليقاتكم، مش يمكن تعليقاتكم تبقى هي الحلقة الجاية اللي هنقولها. أسيبكم في أمان الله، السلام عليكم.